بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي الغاليين، مش هطول عليكم، يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، وان شاء الله يوصل لكم كل جديد. النهارده يعني جاتني رساله من واحده، يعني ايه، بتقول لي ازاي اعرف ان انا عندي جن عاشق. فبقول لها ايه اللي خلاكي تسالي السؤال ده؟ انت حسيتي ان انت عندك جن عاشق؟ قالت انا مش عارفه اساسا ايه هو الجن العاشق ده، بس في حاجات بتحصل لي فانا مش عارفه ده ايه. قلت لها قولي لي ايه اللي بيحصل لك. قالت لي بحس ان وانا نايمه في نفس بينفخ في وشي. فبقوم من النوم مفزوعه، ابص جنبي ما الاقيش ايه حد، ولا الاقي مروحه قايده، ولا شباك مفتوح، ولا حد من اولادي ايه جنبي ولا حاجه. طب في حاجه تانية حسيتي بيها؟ قالت كنت برضو بلاقي زوجها مسافر. فبتقول كنت بلاقي حد نايم جنبي متجسد في صوره زوجي. فكنت بحس ان في حد نايم جنبي، فكنت اخاف اتضير اشوف مين اللي نايم جنبي، لعل ما بلاقي حد بيتحرش بيا. كنت اقوم مفزوعه كده وابص، تلاقي حد نايم جنبها في صوره زوجها، على ما تيجي تكلمه ما تلاقيش حد. فقالت هو بقت تخاف من الشقه بتاعتها. بعد كده حست ان وهي نايمه بتبقى غرقانه في سبع نومه، بقت تلاقي حد بيعاشرها معاشره الازواج، مع ان معروف ان الجن ما بيعاشرش الانس معاشره الازواج، بس تقريبا الجن اتطور بقى ولا ايه، الله اعلم. انا ما عنديش بقى معلومه في الحته دي، بس بتحلف ان كانت بتحس ان في حد معاشرها معاشره الازواج. وطبعا قلت لها حرام، خدي بالك، كانك بتزني بالظبط. قالت معقوله؟ قلت لها ما تستسلميش. قالت طب وانا اعمل ايه؟ قلت لها على قد ما تقدري لو حسيتي بحاجه زي كده، واي حد بقى بيسمع الفيديو برضه بيحصل له حاجه زي كده يتبع ان انا بقوله دوت. لو انت حسيتي ان حد بيعاشرك معاشره الازواج، معاشره كامله يعني، تحاولي تفوقي نفسك بسرعه، علشان خاطر كده كانك انسانه زانيه بالظبط. هتعملي هتقري الفاتحه، كل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الناس، ايه الكرسي، المهم اي ايه من القران الكريم طرحت على بالك هتقعدي تقرايها في سرك لعند ما تفوقي وتقومي. قالت لي فعلا عملت كده زي ما انت قلتي لي. بقيت اقوم، انما الاول ما كنتش بعرف اقوم، كان جسمها بيبقى زي الملح، وزي ما يكون حاجه طابقه فوقها، يعني حاجه كده تقيله عليها. فبتقول بقيت اقولهم لعند ما افوق واقوم. وبعد كده ببقى خايفه. طب يا بنتي الحاجات ديت ما بتجيش الا عن طريق يا اما بصيتي في المرايه وانت عريانه، يا اما بتلبسي ملابس شفافه بتبين جسمك في البيت، يا اما بتبقى في سحر اتعمل لك من فتره وخادم السحر عشقك، يا اما نمتي بكيانه. قالت فعلا جوزي مسافر وانا كنت على طول بنام بكيانه، لان ظروف الحياه صعبه وببقى محتاجاه معايا في مشاكل الحياه ومشاكل الاولاد. فكنت ساعه ما احط دماغي على المخده كنت اقعد ابكي ان هو مش معايا. فبقول لها طب في مره وانت بتبكي حسيتي بحاجه؟ جسمك سخن؟ حد احتضنك؟ قالت فعلا كنت ساعة ما ابكي الاقي فعلا جسمي بيسخن زي ما يكون حد بيضمني. قلت لها بس هو كده يبقى فعلا عندك مس عاشق. قالت طب انا دلوقتي بقيت فعلا كارهه جوزي، مش عارفه ليه، وهو كذلك. قلت لها ما هو الجن العاشق لازم يخلق فيه كراهيه ونفور بينك وبين زوجك، علشان خاطر لا يقرب لك ولا انت تقربي له. طب ايه الحل؟ طبعا الحل هو القرآن الكريم. مش نقول بقى ايات السحر ولا كده، لا، انت تقري ما تيسر من القرآن الكريم. يعني احنا مش هنمسك في كام آية ونسيب بقية المصحف يعني، لا، بس الاساسي عندنا هو سورة البقرة زي ما قلت لكم قبل كده. مش هتقدري سورة البقرة طبعا كبيرة عليكي، يبقى هتحصني بنفسك اذكار الصباح والمساء. ده يعني الحرز لكل مداخل الشيطان. اذكار الصباح والمساء ما تسيبهاش الصبح وبالليل. وآية الكرسي بعد كل صلاة هتقوليها 3 مرات. وعلى جيتي كده افتكرتي كوباية مية وتقري عليها المعوذتين وتشربيهم. يعني كتاب ربنا فيه كل حل لنا في الحياة الإسلامية والعملية واليومية، وكل يعني حياتنا ما بتمشيش إلا بالقرآن الكريم. دي حاجة ملخصة وبسيطة كده وسهلة علشان تستوعبوها، وإن شاء الله في أسئلة كتير جايالي، بس أنا مش عاوزة يعني إن أنا أقول عليها
يعني عشان الواحد يعني بالنسبه للمشاهدين ما يتعقدوش يعني، لان الواحد لو سمع الحاجات دي كده على طول بيجيله اكتئاب. فانا بعمل لكم مره طبخه، مره وصفه، مره حاجه زي كده، علشان خاطر ان احنا نحصن نفسنا ونحصن اولادنا. اشوفكم في حلقه جايه باذن الله، مع الف سلامه.